السلام عليكم ورحمة الله وياكم. أحمد الربيعي راح أتكلم حلقة اليوم عن طريقة حل مشكلة الصوت الناصي. طبعا هو مو إصلاح، لكن هو حل. الصراحة بعد استخدامنا المكثف للتليفون تصير مشكلة بالصوت، مو لكثير الناس اللي تنتبه له، لكن بعض العالم أصدقائي واجهتهم هذه المشاكل، خاصة اللي يستخدموه أثناء يكون عامل مثلا أو يكون بمكان كثير الحركة، فيصير عنده تعرق بهذه المنطقة، فالسماعة تنسد هذه، يصير عليها يعني مثل عرق او شيء يعني، فينسد، يصير بها انسدادات. راح اراكم طريقه شلون نعالجها بطريقه سريعه جدا، والكل بامكانهم معالجتها. وايضا هذه السماعه ايضا، وهذه الفتحه مالت الشاحنه والفتحه للصوت. طبعا تنظيف سريع جدا، طريقه لطيفه والكل يقدر يسويها، ما بها اي صعوبه. طبعا للتنويه انه انا راح اجرب على الايفون هذا ال6 بلس طبعا، والطريقه انا مجربها على هاتفي الشخصي، وهذا الهاتف ايضا مجربها، راح اجربها مره ثانيه. طريقه ما بها اي مضار طبعا، ولا تخافون من عدها. لكن انا الصراحه ما مسؤول انه اخسر لكم جهاز اذا صار مشكله او عطل يعني. لكن انتم لا تخافون، انا لان راح اجازف يعني، ومجازف سابقا بايفونات اسوي هذه الطريقه وما بها اي مشاكل. تابعوني بهذا الفيديو شو راح اسويها. طبعا اللي احتاجه اكيد هو الايفون اللي راح استخدمه، وعطر مثل ما تشوفون، عطر اي عطر، المهم عطر يعني كحول، وعندنا كلينكس عادي طبيعي. طبعا لا تخافون بهذه الطريقة. هذا العطر مثل ما تشوفون راح يعني ارش على السماعة بهذه الطريقة، لا تخافون منه. مثل ما تشوفون صار عطر على هذه المنطقة اللي هي السماعة. راح اقوم بمسح المكان. طبعا امسح السماعة، الفكرة انه ينزل بيها شوية عطر يعني، لا تخافون. هذه الطريقة راح تمسحون المكان، تمسحوه جيدا. هذا يفضل انه تطفون التليفون قبل ما تسوون هذه العملية، لكن يعني صدقوني فرق تقريبا 50% بسماع الصوت، لان احنا هذه الشغلة ما ننتبه لها الا يعني التليفون صار له فترة عندنا طويلة، وبعدين يتعرض هنا يفوت اتربة ويفوت عرق وكثير امور. وهذه ايضا بامكانكم نفس الحالة، هذه انتم يعني ما تطولون انه تنظفوها، لكن بامكانكم بخة عطر واحدة او اثنين، وراح يعني تنظف المكان بشكل سليم. طبعا الكحول معروف عنها منظف، حتى تقدرون تنظفون بها الشاشة. هذه طريقة خيالية تتنظف بعد ما تمسحوها بالكحول وما تأثر. بإمكانكم أيضا الكحول أن تنظفون بها يعني العطور، هذا العطر تبخوه على التلفزيون مثلا، هذه شاشة، حتى شاشة الهاتف ما تأثر ولا تحترق ولا يصير لها شيء. بعد ما تبخوها تمسحون بهذه الطريقة، راح تشوفون نتيجة خيالية. طبعا بعد التجربة ان شاء الله راح تشوفون تحسن كثير كثير كبير بهذه السماعة وهذه السماعة. اتمنى تكون عجبتكم الحلقة، واي استفسار انا حاضر. اخوكم احمد الربيعي. تابعوني على قناتي على اليوتيوب المحترف العراقي احمد الربيعي، وصفحتي على الفيسبوك المحترف العراقي احمد الربيعي، ودمتم في امان الله.